في زمن أصبح فيه المعلم محط جدل وشاعت فيه صور نمطية سلبية عن هذه المهنة، وتصدرت بعض تجاوزات منصات التواصل الاجتماعي، يبرز معلمون يجسدون صورة مشرفة تعيد الاعتبار للمعلم كمصدر إلهام. المعلمة صفا هي إحدى هؤلاء المعلمين، لم تنشغل بالترندات أو بما يقال، بل بقيت مخلصة لرسالتها، ولم تتردد أيضا في تقديم دروس مجانية للمحتاجين، مظهرة بذلك روحا من العطاء غير المحدود. اكو ترندات شفتها اساءة كلش كبيرة للمعلم، اهانة، اللي هي يذكرون اسمه. هالشي اكبر غلط، مو بس غلط، اهانة للمعلم. يعني انا حاولوا طلابي يسووها وياي بس مباشرة صديته. يعني الناس اللي وضعهم تعبان درست مجانا بدون يعني اتذكر من هم هذول الناس، واخذت فترة ادرس مجانا. عندي طلاب نجحوا على ايدي طبعا، اكو طلاب طلعوا اعفاء، اكو طلاب كملوا. انا اعرف وضعهم المادي كلش تعبان، فعادي ما بيها شيء. وفي وقت تعرض فيه المعلمون للكثير من التجاوزات والهجمات التي طالت كرامتهم، بل حتى من بعض الطلاب الذين يذكرون أسماء المعلمين دون مراعاة مكانتهم، برزت أصوات تطالب بإنصاف هذه المهنة السامية، مع التأكيد على ضرورة فرض رقابة حقيقية تحفظ كرامة المعلم وتعيد له مكانته المستحقة في المجتمع. كل دول العالم سوى قوانين، مثل ما هسه احنا عندنا مثلا قانون حماية الطبيب، ما يجوز الاعتداء على الطبيب، وحتى انه يزود بقطع السلاح، ليش يحمي نفسه؟ حكم موجود اليوم. المعلم مع الاسف انه اولا يحتاج لقوانين قوية من قبل المرجعية مالته اللي هي الوزارة، انه تقوي الجانب المعلم. يعني اليوم اكو اعتداءات تصير من قبل الاهالي على المعلم، إذا وين دور الدائرة الرقابية؟ الإثبات. المعلمون الذين يصنعون الفارق يستحقون أن يذكروا بصفاتهم المهنية لا بأسمائهم الشخصية، فصورة المعلم بحاجة لإبراز النماذج التي تعيد له مكانته وتحدث تغييرا حقيقيا، كما في حالة المعلمة صفا. من باب الحسين العوادي، عراق الحدث.